نحكيو على الاشكاليه هذه بتاع كثره النفايات، كيفاش نجم النفايات من مصدر قلق وازعاج وتلوث الى ثروه وادوات النجم. محمود الباجي، الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات، هيكل من هياكل وزاره البيئه. نحن اليوم لهنا موجودين عندنا اشكاليه اللي هي النفايات نتاعنا. كيفاش من النفايات نتاعنا نجم نثمنوها تثمينا للنفايات نتاعنا، نربحوا برشا حاجات. هذايا نعملوا منه سماد طبيعي، الذهب البني، نسميوه الذهب البني. نحن عندنا اشكاليه في تونس اللي هي النفايات نتاعنا. نحن توا الساك بوبيل نتاعنا نحن حوالي 68% اللي في الساك البوبيل نفايات عضويه اللي هما بقايا الخضر والغذاء، 10% بلاستيك، 11% كرتونه، والباقي قماش ونفايات اخرى. ال 10% نحن ديجا البلاستيك فما مجمعين قاعدين يهزوا فيه. ال 11% كرتونه فما زاد مجمعين اخرى قاعدين يهزوا في الكرتون. بقات اشكاليه كبيره وين في 70% تاع النفايات العضويه اللي نحن كي صحيح هما بقايا الخضر والغلال اللي في الدار. نحن نحبوا نعملوا نثمنوا نفاياتنا اللي في دارنا، نفايات المنزليه، هو تسميد منزلي. معناها نحن نشجعوا في المواطنين باش تولي عاده ابيتيود عنا نحن باش نثمنوا النفايات نتاعنا من الدار، من غير ما نقعد نهزها. نحن نشوف هناش باش نربحوا. فما طريقه بالطبيعه هي فما طريقه، نشوف الارباح نتاعها ساعه ونعطيك الطريقه. نحن هنا تو كيما نقولوا لو كان انا نثمن نفاياتي في داري، اول حاجه ما عادش يجيني كاميون البلديه كل يوم، نجم يجوا لي مره في الجمعه، مره في العشريه باش يجيني. انا هنا شربح، هنا البلديه في عوض كل يوم تجي باش تهز في النفايات نتاعي، تجيب الفلوس هذيك نتاع الكربيرون، نتاع هز الكوام، نتاع خدامه، تستعملهم في التنوير العمومي، تعملهم في الطرقات، كيف طاقه استيعاب المصب المراقب، الطاقه نتاعو تكبر خاطر النفايات باش تقل. وحاجه اهم حاجه اللي نحن الناس الكل ملمومين عليها لهنا اللي هي الاحتباس الحراري. التغيرات المناخيه هي منين تجي؟ التغيرات المناخيه تجي من انبعاث الغازات الدافئه اللي هي منهم التلوث تاع النفايات كما نقولوا. ما فما المعامل، فما المحروقات، فما النفط، فما الفحم الحجري، كيف النفايات كي تبقى محطوطه على بعضه في الزبله مطيشه باش تسيب غازات دافئه باش تساهم في الاحتباس الحراري اللي نحن نجموا نقلصوا كي نثمنوا نفاياتنا، نقلصوا في الاحتباس الحراري ذاك. الطريقه سهله، طريقتنا اللي هي نحن هذا كله نحن موجود نورمالمون في ديارنا، هذا كله نلقاوه. هي النفايات تتقسم من زوز، نفايات ازوتيه، نفايات كربونيه. النفايات الازوتيه هي قلنا بقايا الخضر والغذاء، والنفايات الكربونيه هي كما هذا اوراق المقاول، كردونه مصنوعه، لا مش مصنوعه، هذوما اللي نستعملوهم طول. هذه تو نجم نحط فيها كعبه القط رغم اللي كولوري، فهمتني؟ خاطر الحبر غذائي واضح. نشرة الخشب مش الناس الكل عندنا نحن جردة في ديارنا، الاوراق الشاحه والاغصان، هي الخلطه تصير سيدي عندنا النفايات الكربونيه كيما نقولوا باش نشدوا نحن وعاء زوز نفايات كربونيه، زوز وعاءات نفايات كربونيه ووعاء نفايات ازوتيه. قبل ما نحطهم هنا ماذا بيا بالسكينه نزيد نقص فيهم شويه. علاش؟ على خاطر انا الحاويه كان لاحظت هذيك الحاويه هاي نحن كان لاحظت الحاويه فيها برشا، فيها ثقوب. الثقوب هذيك باش تدخل الاكسجين، باش تدخل الاكسجين لشكون؟ نحن الانسان باش ينجم يعيش يلزمو الهواء والماكله والماء. كيف نحن باش نخلقوا مناخ غاديك للفضلات هذوما النفايات هذوما، مناخ اللي هو شنو؟ خاطر نحن السماد الطبيعي هو شنو؟ هو تخميره هوائيه عن طريق الكائنات الحيه الدقيقه، البكتيريا والفطريات وبعض الحشرات. هما باش يعملوا هذوما، هما اللي باش يعملوا لنا السماد. هذاك علاش نحن ماذا بينا نقصوهم شويه نفكوهم باش يحضر السماد فيه، خاطر السماد هذايا بين 3 و4 اشهر يحضر لنا السماد. قد ما انا
ما فككتش ما قصيتش من الاول بالكدا قد ما السماد ينجم يطوي، نجم نعمل 6 8 9 شهور كيف برشا عباد ساعات يتساءلوا يقول لي يا اخي يعمل الناموس والوشواشه، نقول لهم يعمل كان انت تعملوا غلط، اما تصليحه سهل. قلت السماد من اسهل ما فما باش تعمله في دارك ومن اسهل ما فما في التصليح نتاعو، لا يعمل لك ريحه لا يعمل لك ناموس لا يجيب حشرات لا يعمل حتى شيء. علاش؟ على خاطر هو لهنا لنا يعني كاب نختزلوا على الوقت هكا الامور. هذيك هي هو السماد هيك زوز، قلنا زوز نفايات كربونيه مع نفايات ازوتيه، يصير الخلط نتاعهم غاديك تقليبهم نقلبوهم، هذيك نفرشوا من الاول نفرشوهم، وكل مره كي باش نحط نعاود نقلب ونزيد الماء ماذا بيا الدبوسه تكون منقبه باش ما نعملش انكسيدو. هو هذاك هو. تربحنا برشا تربحنا برشا فلوس. نجم انا نستعملوا بعد السماد هذاك نتاعي، نستعملوا في المحبس نتاعي، نستعملوا في الجرده، نجم نعملوا حتى جي دو كومبوست، نعمل طاسه كيما نقولوا سماد معاهم 4 يوس ماء ونخلطهم تاخذ 48 اور وبعد نعملوا هو جي دو كومبوست، فهمتني؟ نقضي به حتى على الناموس تاع الحشرات وغيره. برشا نجم حتى يولي يبيع. اي كي يبدا كونتيتي كبير نجم يبيع منه، ينجم حتى فما عباد انا نعرفهم ما عندهمش شيء لا فيلات لا محابس، عملوا الكومبوست واستغلوه للجرده نتاعهم هما في الحومه، مشاو للشجر نتاع الحومه ومشى حتى فما شكون تنقل حتى الحومه اخرى، قال لك ما يصيرش انا المفيد ان نكون في الحاجات الثوريه. شنو ناقصها؟ علاش مازالت مش منتشره عند العباد؟ شنو هي الاشكاليه؟ هي فما شويه وعي. نحن اللي قاعدين نقوموا به قاعدين نحن نعملوا في حملات تحسيسيه توعيه، نخدموا برشا مع المدارس مع المعاهد مع الاعداديات. فما برنامج تاع كاس البصمه البيئيه ديجا في النوادي البيئيه نتاع الكلام ده، فما مسابقات السنه كاس اثنين عملوا توجت معناها عين جلوله، معهد عين جلوله بالمرتبه الثالثه على المستوى الوطني من القروان. السنة عندنا معهد ابن الجزار هو المرتبة الأولى على المستوى الجهوي، إن شاء الله ياخذوا بلاصة في المستوى الوطني. هذوما الصغيرات كما نقولوا بلغتنا يعملوا نوادي بيئة، يتعرفوا على البصمة البيئية، كيفاش البصمة الكربونية أنت كيفاش باش تحافظ على بلادك في الضوء في الماء في الطاقة الشمسية في النفايات، السلوكيات الكل. فما سلوكيات نخدموا عليهم إنه يتعلمهم الصغير، وبعد فما برشا والسلوكيات هذيك حتى على دارهم، على خاطر هو مطالب باش يجيب لي بعد الكونتور نتاع الضوء ونتاع الماء نتاع دار، وفيها جواز وفيها واحد هذه ضمن البرامج والسياسه نتاع الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات. سياسه دوله، هذه سياسه وزاره البيئه. نحن هذه مش الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات، فيها نتاع كاس البصمه البيئيه، فيها كل هالانشطه هذه الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات. الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات هي مشروع تبع، هي هيكل من هياكل الدوله. صحيح، هي هيكل من هياكل وزاره البيئه، وكاله الوطنيه للتصرف في النفايات. نحن ممثليه الوسط الغربي، المقر نتاعنا هنا مقابل قهوه الجوك، فهمتني؟ ومرحبا بك سي ناجح. شكرا. عايش خويا عايش.